السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، اليوم بقص عليكم قصة حقيقية صارت مع واحد من الإخوان. قصة بتخليكم تفكرون في معنى الخير والصبر والرجوع اللي يجي بعد سنين طويلة. القصة بدت سنة 2004 في إحدى مدن الخليج الكبيرة. كان في شاب اسمه عبد الله، عمره وقتها 26 سنة، متزوج من سنتين تقريبا، وعنده بنت صغيرة عمرها سنة ونص. عبد الله كان يشتغل موظف في شركة متوسطة الحجم، راتبه 380 ريال، يعني يكفي بالعافية للإيجار والأكل والكهرباء والماء وشوي بنزين، والباقي ما يبقى شيء يتقسم. في ذاك الوقت أمه كانت تعاني من مرض مزمن في الكلى، صارت تحتاج غسيل كلى 3 مرات في الأسبوع. المستشفيات الحكومية كانت فيها انتظار طويل جدا، فاضطر يروح للمستشفيات الخاصة. كل جلسة غسيل كانت تكلف بين 480 إلى 550 ريال، يعني بالشهر يطلع له حوالي 6000 ريال على الغسيل بس، بدون التحاليل والأدوية والمكملات الغذائية اللي لازم تاخذها مريضة الكلى. عبد الله كان يدور على حلول كل يوم، ياخذ سلف من الراتب، يستلف من أخوه الأكبر، يستلف من أصدقاء، يبيع أشياء من البيت، حتى ساعته اللي كان يحبها جدا باعها عشان يغطي جزء من التكاليف. كان يرجع البيت كل يوم تعبان، يشوف بنته الصغيرة تناديه وهو ما عنده حتى طاقة يلعب معها، لأن راسه مشغول بالديون والعلاج. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، كان عبد الله راجع من المستشفى بعد ما خلص أمه جلسة الغسيل. الساعة تقريبا 12:40 بالليل، الجو بارد ورطب والشوارع شبه فاضية. المطر كان ينزل شوي شوي، مو مطر قوي، لكن يكفي يبلل الثياب ويخلي الواحد يرتجف. وهو سايق في طريق فرعي، لمح رجل كبير في السن، يمكن عمره فوق 70، واقف جنب الرصيف، لابس ثوب أبيض مبلل تماما، الشماغ متعور على كتفه، واضح إنه تعبان جدا. كان يحاول يوقف أي سيارة تمر، لكن الكل يمشي وما أحد وقف. عبد الله حس بشيء في قلبه، قال في نفسه: والله ما أقدر أمشي وأخليه كذا في هالجو. فوقف سيارته على جنب الطريق، نزل وفتح الباب الخلفي وقال: يا عم، السلام عليكم، تفضل اركب، وين تبي تروح؟ الرجل رفع راسه ببطء، وكأنه ما مصدق أحد وقف له بعد كل هالوقت. عيونه فيها تعب وخوف. قال بصوت ضعيف: وعليكم السلام يا ولدي، أبي المستشفى، مرتي تعبانة مرة. اتصلوا علي من المستشفى وقالوا لازم أجي الحين بسرعة، بس ما معي سيارة ولا أعرف وين أروح بالضبط، والمطر شفت حاله. عبد الله قال له بدون تردد: تفضل اركب، أوصلك. ركب الرجل، وفي الطريق بدأ يحكي قصته بصوت متقطع من البرد والتعب. مرتي من 3 أيام دخلت الطوارئ، عندها نزيف داخلي حاد، الدكاترة قالوا لازم عملية جراحية كبيرة فورا، العملية لازم تتم الليلة أو بكرة الصبح على الأكثر، وإلا الوضع يصير خطير جدا. التكلفة كبيرة يا ولدي، فوق 38 ألف ريال. أنا بعت كل اللي أملكه، الذهب اللي كان عند مرتي، السيارة القديمة، حتى قطعة أرض صغيرة في البلد كنت أحتفظ فيها للأولاد، ومع كل هذا ما وصلت المبلغ اللي معي الحين، أقل من نص التكلفة. عبد الله سكت لحظة، هو عارف إن وضعه المادي صعب جدا، لكنه حس إن هالرجل محتاج أكثر منه في هاللحظة. وصلوا المستشفى، دخلوا قسم الطوارئ، الدكتور طلع بعد فحص سريع وقال للرجل: الوضع حرج، النزف مستمر، لازم نبدأ العملية خلال ساعة على الأكثر. المبلغ المطلوب
38,500 ريال. إذا ما تم الدفع الحين ما نقدر نكمل الإجراء. الرجل وقف مصدوم، بدأ يبكي بهدوء وقال: والله يا دكتور، هذا آخر ما معي، ما أدري وش أسوي. عبد الله كان واقف جنبه، فتح محفظته، كان معه بالضبط 41,200 ريال. هذا المبلغ كان جمعه بجهد كبير جدا، سلفة كبيرة من الشركة، قرض من أخوه، بيع ساعته الغالية، وشوية فلوس كان محتفظ فيها لجلسات أمه القادمة. ناظر الرجل الكبير اللي واقف يرتجف من البرد والخوف، تذكر أمه اللي في البيت تنتظر الجلسة الجاية، لكنه في نفس اللحظة حس إنه هاللحظة هي اختبار حقيقي. مد المحفظة للرجل وقال: خذ، هذا كله للعملية، خلص مرتك وربي يشفيها ويعافيها. الرجل شهق وقال: لا يا ولدي، هذا كثير، لا أقدر أخذه، أنت محتاجه أكثر مني. عبد الله قال بهدوء: والله ما أبي شيء، خلاص ادفع وخلص، وادعي لي ولا أمي بالشفاء، هذه أمانة بيني وبين ربي. الرجل بكى بكاء شديد، أخذ المبلغ ودفع للمستشفى. العملية بدت بعد ساعة تقريبا ونجحت الحمد لله. مرت الرجل، خرجت من العملية بسلام، وبعدها عاشت سنوات طويلة. عبد الله رجع البيت فجرا، دخل غرفته وهو مفلس تماما، ما معه درهم واحد. جلس جنب سرير بنته الصغيرة اللي كانت نايمة وبكى بهدوء. قال في نفسه: يا رب، أنا ما قدرت أعالج أمي اليوم، بس قدرت أساعد واحد تاني، استرها علي وارزقني من حيث لا أحتسب. السنين مرت ببطء. عبد الله استمر يعيش الظروف الصعبة. أمه استمرت تحتاج غسيل كلى لسنتين إضافيتين، ثم توفاها الله رحمها. عبد الله ظل يربي بنته لوحده بعد ما انفصل عن زوجته لأسباب عائلية. الديون كانت تتراكم ثم يسددها بالتدريج. الراتب ما كان يزيد كثير، لكنه كان يصبر ويحاول يدبر. مرت 19 سنة كاملة، صار عبد الله عمره 45 سنة. بنته كبرت وصارت في السنة الأولى جامعة، تدرس هندسة. وضعه المادي تحسن شوي، لكنه للحين موظف عادي، راتبه حوالي 6800 ريال بعد الزيادات السنوية. في يوم عادي جدا وهو جالس في مكتبه، جاته مكالمة من رقم غريب. رد وقال: ألو؟ الصوت من الطرف الثاني قال: السلام عليكم، عبد الله بن فلان؟ وعليكم السلام، إياها، من معي؟ أنا محمد بن عبد العزيز، هل تتذكرني؟ عبد الله حاول يتذكر، الاسم ما كان مألوف. قال: الله أعتذر، الاسم ما يرن عندي. الرجل قال: سنة 2004، ليلة مطر، مستشفى الخير، رجل كبير كان واقف جنب الطريق، انت وصلته واعطيته فلوس العملية لمرتي. عبد الله حس بشيء يتحرك في صدره، الذكرى رجعت فجأة كأنها صارت أمس. قال: أيوة أتذكر، كيف حال مرتك؟ محمد سكت لحظة ثم قال بصوت مخنوق: رحمها الله، توفيت قبل سنتين، بس عاشت 17 سنة زيادة بعد العملية، وكل يوم كانت تدعي لك، وأنا كمان ما نسيتك ولا يوم. وبعدين كمل: عبد الله، أنا جاي أسلم عليك، أبيك تكون موجود بكرة الساعة 7 المغرب في المكان الفلاني لو سمحت. عبد الله ما كان يدري وش يصير، لكنه وافق. في اليوم الثاني راح للمكان المحدد، لقى محمد مستنيه في سيارة فخمة ومعاه حبيبة سوداء أنيقة. محمد سلم عليه بحرارة وقال: يا عبد الله، أنا بعد ما صارت العملية ربي فتح علي فتح كبير، بديت بشركة صغيرة للمقاولات والتوريدات. الحمد لله كبرت الشركة
وصارت اليوم من الشركات المعروفة في المجال. كل هذا الخير بدأ من دعوات مرتي ومن دعواتك أنت. فيها شيك بمبلغ 880 ألف ريال قال هذا مش صدقة ولا تبرع، هذا اللي أنا مدين لك فيه من ذاك اليوم. من وقتها وأنا أحسب كل ريال وأقول لازم أرجعه لصاحبه، والحين الحمد لله قدرت. وبعدين طلع شيك ثاني ب250 ألف ريال وقال وهذا للبنت اللي كانت صغيرة وقتها عشان تكمل دراستها براحتها وتفتح حساب استثماري لمستقبلها، وإن شاء الله بعدين إذا احتجت أي شيء أنا موجود. عبد الله وقف مصدوم، ما قدر يتكلم، دموعه نزلت بدون ما يحس. قال والله ما كنت أتوقع، أنا نسيت القصة، كنت أحسبها مجرد ليلة عادية، لكن ربي ما نساها. محمد قال الخير ما يضيع حتى لو مر عليه 19 سنة، حتى لو نسيته أنت ربي ما نساه. عبد الله رجع البيت وهو ما يصدق، جلس مع بنته وحكى لها القصة كلها. بنته بكت وقالت له يا يبه انت دايم تقول لي ساعد الناس حتى لو كنت محتاج، اليوم شفت النتيجة. العبرة يا جماعة الخير واضحة، مهما كنت في ضيق لو قدرت تساعد أحد ساعده. الخير اللي تزرعه اليوم حتى لو ما شفت ثمرته بعد شهر أو سنة أو 10 سنين، ربي يحفظه لك ويرده في اللحظة اللي تحتاجه فيها أكثر شيء. الدنيا تدور والقلوب تشوف، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا وإذا أساءوا استغفروا، وارزقنا الإخلاص في العمل والصبر في الشدة والرضا بالقضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.